اهلا وسهلا بحضرتك، معاك استاذ حمدي، اتفضل. انا شفت عليه الوحده التجاريه اللي انتوا عاملينه، ممكن اعرف تفاصيل اكتر؟ حضرتك بتدفع مليون جنيه دفعه تعاقد، وبتاخد عائد على دفعه التعاقد 100 مليون جنيه. اتفضل يا مدير. عمدي، انا جالي عرض ب 175 مليون جنيه من الشركه اللي وراكم. ممكن لحظه؟ مصلحه دي. طب انا عملت لك استثناء يا فندم عشان انت عميل مميز، هتاخد عائد 250 مليون. يلا نمضي. بس انا حاسس ان في احسن. امضي دلوقتي وتاخد 120% حصه في الارض، مش هتلاقي احسن من كده. مش عاجبني. هنديك سبيكه ذهب وشهادات بنكيه ووحده في الساحل هديه. مش عاجبني. المقدم هنقسطه لك، والاقساط هنخصمها من العائد، والقسط على 150 سنه، والشيكات كلها بعد الاستلام. وايه كمان؟ هشغل لك فلوسك وادخلك في الاستثمار، واكتب لك 50% من الشركه، ونص املاكي، وتلتين الورث، وفيلا وعربيه مرسيدس. بس تمضي دلوقتي. استاذ حمدي، هو راح فين؟ حمدي بيصرف فلوسك في اسبانيا وانت لسه هتفكر هتعمل ايه. بس كان ممكن من الاول تفكر صح وتسأل وتستشير. بس عموما ما تقلقش، حمدي مش هيلحق. المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقد، دعنا نضعك على الطريق الصحيح.